هي باينة، هي باينة. يمكن أنا من فترة قلت إن الدوري السنة دي مش للأهلي، وبيراميدز هو أكتر فريق قريب بالدوري، لكن ما كنتش متوقع إن إحنا هنبقى بالسوء ده. يعني أنت الماتش النهاردة من الكوميديا السوداء اللي فيه إن المصري ما عملش هجمة على الأهلي. المصري ما عملش هجمة على الأهلي، وأنت مضيع حوالي 8 أهداف محققين غير باقي الفرص. ما يدعوش يا إخوانا. أنا مش عارف دي قلة تركيز ولا سوء حظ، ولا الفريق ما يستحقش إن يكون في توفيق معاه الموسم ده، الله أعلم. ولكن من الواضح إن الأهلي بيترنح ويسقط. آه المرة مليون، محمود حسن تريزيجيه هو نجم النادي الأهلي وأنا مقتنع بده، ولكن طالما هو مش في فورمة أنزله. قصدي أخليه على الدكة، ما لعبوش أساسي. مش حكاية يا جدعان، مش حوار يعني. لكن أنا مش مطلوب مني أبقى أنا أستحمل كل ده. مش مطلوب مني إن أنا أطبطب وأسقف وأقول معلش على كل ده، ومش مطلوب مني إن أنا أقعد أشتم وأسب في اللعيبة زي بعض الناس ما بتعمل. دي كورة. الموسم ده الأهلي ليه نسيان لحد هذه اللحظة. الأهلي بيفرط في المركز التاني والتالت تقريبا بعد فوز سيراميكا على ما دلوقتي بنبص للسيراميكا، ودلوقتي الزمالك تحتيك بنقطة، وبيراميدز لو كسب مؤجلاته دلوقتي بيراميدز هيبقى هو الأول يعني فارق عنك سكة تقريبا 5 نقط أو 6 نقط، بنتكلم في كده يعني. فلا الدوري بيقع منك، هو اوريدي الدوري وقع منك. سيبك بقى من حوار بقى شخصية الأهلي والكلام ده، لأن الموسم واضح، المعالم بتاعته واضحة. بيراميدز فريق جاهز من كل حاجة، ومدرب مستقر، مدرب كان بيعمل هدف الإدارة، كان بيعمل هدف الإدارة. الخطة بتاعته واضحة، فاتفضل كمل في ادي نتائج الخطة. لكن احنا نجيب حد من الشرق وحد من الغرب، واحنا اصلا مش محضرين سيفيهات، وعارفين المدرب ده هيمشي وما بنحضرش. هل انا هشيل الماتش النهارده ليستور؟ لا، هشيله 50% من الماتش، وال50% التانية من اللعيبة. وخلي بالك الأهلي لو كان كسب النهاردة 2 3 من الأهداف اللي ضاعت دي، كان لك بص الراجل عمل جمل تكتيكية عشان احنا ده أغلبنا. الماتش مش على هوانا هنقطع في كل الناس، الماتش على هوانا هنخلي كل الناس نجوم. النهارده النادي الأهلي بالنسبة لي لعب ماتش كويس، ولكن صفر في تنفيذ آخر لمسة. مفيش حد كان كويس. أحسن واحد كان قدامك محمد عبد الله الناشئ الشاب، اللي هو المفروض يعتمد علينا، احنا اللي كنا معتمدين عليه اخر ربع ساعه، وكان احسن واحد. السلام عليكم.